السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. وصفة النهاردة بقى وصفة كده في منتهى الطعامة واللذاذة. هنعمل خلطة بسيطة كده ورهيبة كمان في نفس الوقت للبطاطس. تطلع معاكي البطاطس تحفة، بتنقل البطاطس بقى كده لمكان تاني خالص. حاجة كده في منتهى الطعامة. اتمنى بجد ان انتوا تجربوا معايا الوصفة النهاردة. قبل ما نبدأ الفيديو اتمنى بجد تضغطوا لايك، ويلا كده نشوف مع بعض هنعمل احلى والذ خلطة للبطاطس ازاي. وهقول لكم كمان ازاي لو جايبين البطاطس كده وطلعت مش تحمير معاكم ازاي تخلوها كده تحمير ومقرمشه وحاجه كده في منتهى اللذاذه. يلا كده نشوف هنعملها مع بعض ازاي. هاتي كميه بطاطس بقى اللي انت حابه تعمليها، هتقشريها وهتغسليها كويس جدا. انا النهارده هقطع البطاطس في الوصفه حلقات. تمام، حاولي على قد ما تقدري تخلي حلقات البطاطس مش كبيره قوي، يعني اسمك من بتاعه الشيبسي كده بشويه. وهنغسلها بقى كويس جدا وهننزل بيها كده في طبق او في بوله عميقه، وعليها معلقه كبيره من الملح، وهننزل عليها بقى بميه مغليه. والخطوه ديت بتفرق جدا يا جماعه في البطاطس. لو انت جايبه البطاطس وحسيتيها كده فيها نسبه سكر عاليه او فيها نسبه نشا عاليه، هتنزلي عليها بميه مغليه وهتسيبيها حوالي 10 دقايق. تمام. وبعدين بعد ما تسيبيها في 10 دقايق كده في الميه هتصفيها وهتحطيها كده في ميه بارده شويه، وكده بتخلي البطاطس هشه جدا معاكي ومقرمشه كمان معاكي. تمام. وفي زيت سخنه بقى وهنحمر البطاطس كويس جدا، تحمير عادي يعني، هنخليها مستويه السوا الكامل بتاعها. تمام. لحد دلوقتي الموضوع سهل جدا وبسيط. هي الوصفه النهارده بصوا في منتهى البساطه كده، بس بتنقل البطاطس لحته تانية بتخليها في منتهى الطعامه. وهنحمر بقى كميه البطاطس كلها. وبعد ما حمرنا كميه البطاطس يلا نعمل مع بعض احلى والذ خلطه هتضيفوها للبطاطس. عندي بقى هنا كزبره خضراء، عندي قرن شطه حامي كده او فلفل حامي، وعندي بصلايه. هنقطع بقى الحاجات دي كلها ناعم. وبعد كده بنقطعها ناعم كلها. طبعا لو انت حباها سبايسي كده هتحطي فلفل حامي، مش حابه هتحطي فلفل بارد. وعندك بقى تتبليها بملح وكمون، وانا عندي هنا شويه من بهارات البطاطس، لو مش عندك تقدري تستغني عنها. تمام. وبالمعلقه بتاعتك بقى والسباتشولا ودعاكي كده الخلطه ديت، يعني تشربيها كده او تدبلي البصل كده، تحاولي تخليه يدبل شويه. ممكن تعصري عليها كمان نص ليمونه. الناس بقى اللي مش بتحب البصل هتعصري عليها كده نص ليمونه، بيخليها طعمها حلو جدا. واخلطي بقى البطاطس بتاعتك في الخلطة الرهيبة اللي عملناها مع بعض. وجربي النهاردة الوصفة وادعيلي. حاجة كده في منتهى اللذاذة وفي منتهى الطعامة. لو لسه بقى مشتركتوش معايا في القناة اتمنى بجد ان انتوا تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني اشعار بكل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها. وجربوا البطاطس بقى بطريقتي واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. واستنوني في فيديوهات تانية كتيرة، والسلام عليكم.